أن خالد في موضع التكريم والتعظيم والدعاية الإسلامية كانت لا تأخذه شفقة ولا رحمة بخصومه، والكل يتذكر قصته مع مالك بن نويرة رأس أحد القبائل المتمردة على حكم أبي بكر الصديق، والذي انتقم منه خالد شر انتقام، بل ودخل بزوجته بعدما قتل الرجل ودمه لا يزال مسفوكا. أرسل أمراؤهم يعلنون الطاعة عدا مالك بن نويرة، امتنع عن دفع الزكاة فأسره خالد وعاتبه على منع الزكاة، ثم أمر بقطع رأسه، وبعد ضرب عنقه وضع رأسه في قدر على النار وأكل أو شرب منها ليرهب الأعراب من المرتدة. لكن المشكل الأكبر إنه بعد ما قتل مالك بن نويرة أو بن نوير تزوج خالد بعدها أرملة مالك. وصل خالد بن الوليد إلى المدينة، دخل المسجد معتمرا عمامة غرز فيها أسهما متفاخرا، فقام إليه مين اللي قبله؟ هو في دخلة الفخر والفخار والعزة بعد الانتصار. اللي وقف له أمله عمر بن الخطاب، ونزع الأسهم من عمامته وقال: لو قتلت مسلما ثم نزوت على امرأته والله لأرجمنك. يعني هو عقوبة إنه قتل مسلم وإنه كمان زنى بامرأته. كان غضب عمر بن الخطاب شديدا، وطلب بشدة، قوة، بوضوح، بحدة بعزل خالد بن الوليد. لكن أبو بكر مش عزله بس، عزله عقوبته ورجمه. فدافع أبو بكر عن خالد وأصر على عدم عزله بل واستمراره قائد. عشان كده وبمجرد تولي عمر بن الخطاب الخلافة كان قراره من ضمن قراراته الأولى إقالة خالد بن الوليد من قيادة الجيش. هل بس كده؟ لا، محاسبته ومقاسمة أمواله كلها. ولم يرفع خالد بن الوليد بعدها سيفا أبدا. لما ندرس سيرة هؤلاء زي خالد وغيره وعقبة ومعرفش ايه، هتجد انها مسائل دنيوية ومكاسب حسية وملذات جسدية. يعني خالد في غزوته على اللي هي عفوا مالك بن نويرة يعني؟ لا، مالك بن نويرة ولا ما بعد؟ دي قبيلة مالك بن نويرة دي ايضا لها حكاية، انه قتل مالك بن نويرة وقطع راسه وخدها حطها أفية ضمن الأفافي تحت القدور عشان يسلق اللحمة اللي هياكلها هو والعروسة، العروسة اللي هي مرات مالك بن نويرة. طبعا هذا الكلام والله كله كذب وتحامل على السلف الصالح، وهذه الرواية رواية مكذوبة تالفة باطلة، والله لم تأتي إلا من طريق الكذابين والوضاعين والدجالين، وساء تقدير أهل الشبهات والأباطيل وأصحاب التفكير الانتقائي والسطحي، وكذلك أعداء الأمة الإسلامية من فرق باطلة وتيارات لا دينية، وأخفقت مخططاتهم في الطعن وتشويه رموز وشخصيات أمتنا الإسلامية. وربما وجد هؤلاء من باب الحقد الدفين أو الأغراض الدنيوية الرخيصة مجالا مفتوحا لتصيد الروايات والأحاديث التي تتناول صحابة رسول الله وقراءتها بطرقهم وأيديولوجياتهم الخاصة، بهدف إظهار الصحابة والتابعين والسلف الصالح بمظهر لا يليق بهم، ومحاولة زعزعة مكانتهم وقيمتهم في نفوس المؤمنين. فإذا لم يجدوا شفاء لنفوسهم اختلقوا ما ظنوا يجوز على أذهان القارئين لكي يصبح أساسا ثابتا لما يتناقله الرواة وتسطره كتب المتنورين المعاصرين. ولكن قبل أن نبين حال الرواة اللي رونا الرواية ديت، عايز أسأل سؤال وهجاوب عليه، لأن السؤال ده بيسأله كثير من الناس من بعض المسلمين وغيرهم. والسؤال ده: طالما أن هذه الرواية رواية مكذوبة، لماذا وضعها الإمام محمد بن جرير الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك؟ ليه الروايات الضعيفة والمكذوبة إيه سبب وجودها في الكتب الإسلامية التاريخية ودايما يستند عليها المتنورين زي إبراهيم عيسى وعلى من شاكلته؟ والجواب على السؤال ده بكل بساطة واختصار: علماء الإسلام حينما كتبوا الكتب بتاعتهم ويصنفوها، البعض منهم بيشترط الصحة في الأحاديث المسندة، زي الإمام بخاري رحمة الله عليه
اشترط الصحة في صحيحه كتاب صحيح البخاري، ولكنه لم يشترط الصحة في الكتاب تاني، كتاب اسمه الأدب المفرد. كذلك الإمام مسلم بن حجاج اشترط الصحة في صحيحه كتاب صحيح مسلم، ولكن هناك علماء كثيرون لم يشترطوا الصحة في كتبهم، وإنما كان همهم الأول والأخير أن يجمعوا كل ما يقال. وهذا الكلام عام إما في كتب السنة وإما في كتب التاريخ، وهنركز في الفيديو ده على كتب التاريخ. طيب برضو أنا مش فاهم، مش واضحة برضو. كتب التاريخ المؤلف اللي بيكتب كتاب التاريخ بيجمع كل ما يقال في الواقع حرفيا، برضو مش فاهم. أنا هذكر مثال وإن شاء الله هيوضح الكلام ده. وليكن مثلا حادثة حصلت في الطريق، أي حد بيكتب كتاب أو بيأرخ أو حتى صحفي بيعمل إيه؟ بيروح عند مكان الحادثة وبيسأل جميع الناس: يا جماعة الحادثة دي حصلت إزاي؟ واحد يقول لك والله العربية دي السواق بتاعها كان نايم. التاني يقول لك لا والله ده العربية دي جت لفت لفتين وراحت متشقلبة. واحد تالت يقول لك لا ده والله ده كان السواق كان شكله بيشرب حاجة. الرابع يقول لك لا ده أنا شفت الكاوتش بيفرقع. الخامس يقول لك لا ده أنا شفتها اشتعلت الأول. واحد يقول لك لا ده شفت حيوان بيعدي فعربية خبطت فيه فاللي عملت الحادثة دي. كل واحد بحكاية وكل واحد برواية، والكاتب بيكتب كل الروايات ديت. انا بقى عايز اعرف انهي رواية في هذه الروايات صحيحة. هعمل ايه؟ هبدأ اتحرى عن الاشخاص اللي نقلوا لنا القصة دي. في حاجة اسمها علم الرجال، بعرف من خلاله سند الحديث. يعني ايه سند الحديث؟ يعني صحة الحديث المذكر. يعني هل الرواية اللي نقلوا لنا الرواية دي معروفين بالصدق ولا كذابين؟ بيحملوا مثلا بعض الضغينة من الناس ديت. كتب الرجال دي بندور فيها، وليكن مثلا زي الرواية ديت، مين اللي روى الرواية ديت؟ 1 2 3 4. نجيب الاربع اشخاص دول، نبقى نفتح كتب علم الرجال نشوف ده كذاب ده كذاب ده مدلس ده مجهول ما نعرفش عنه حاجة. بنعرف في الاخر اذا كانت الرواية صحيحة ولا ضعيفة. يعني شغل علمي اكاديمي ما فيهوش اي لعب. يا اخوانا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وقال عنه: نعم عبد الله خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله على المشركين وسلطه على الكافرين. رجل أرهق الدولة الفارسية وأرهق الدولة الرومية، عشان كده أذناب الروم والفرس بيكرهوه. وهتلاقي الروايات الملفقة والمزورة والضعيفة طافحة في كتبهم، وفي المقابل هتلاقي العلمانيين والمتنورين تلقفوا الشبهات فيما بينهم اللي كتبها لهم آبائهم المستشرقون القدامى اللي هم أحفاد الروم، اللي بتطعن دايما في سيدنا خالد بن الوليد من غير بحث ولا تدقيق. من ضمن القصص الغريبة اللي انتوا سمعتوها قصة سيدنا خالد بن الوليد ومالك بن نويرة وقت حروب الردة. حروب الردة دي حصلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ارتد كثير من المسلمين وارتدت كثير من القبائل العربية. ابتدى بعضهم يخرج على الدولة الإسلامية وبعضهم منع الزكاة، وحصل حالة تمرد عام على الدولة الموجودة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم يقبل هذه الحركات الانفصالية اللي قامت في أول الخلافة الإسلامية، فبقى أرسل إليهم سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. كان من ضمن الناس اللي امتنعوا عن أداء الزكوات ونشر عنهم أنه ارتد مالك بن نويرة. من ضمن القصص الغريبة بقى قال لك إن سيدنا خالد راح قتل مالك بن نويرة، وده كان راجل مسلم، ونزع على امرأته في نفس الليلة. يعني خد مراته ونام معاها. كمان قال لك ده جابه وقطع راسه. وبعد كده بقى القصة بعد كده في روايتين بقى. بعد ما قطع الراس، الرواية الأولى خد راسه دي وطبخها في حلة، والرواية التانية قال لك لا ده ما طبخش راسه، ده خد راسه وولع فيها في قدر وسوى الأكل عليها، والراس ما استوتش بسبب كثرة شعره، يعني الشعر فضل يشتعل والراس ما استوتش فكلها نية. يعني هبل في هبل في هبل. طب يا جماعة انت الكلام ده انتوا جبتوه منين؟ والله احنا جبناه من كتب التاريخ الإسلامية. إذا كنتوا انتوا بترفضوا صحيح البخاري ومسلم أعلى كتب الدين في السند، رايحين تجيبوا من كتب تاريخية روايتها ضعيفة روايتها تالفة. ما احنا معلش احنا عايزين نشوه الدين، فلازم نحاول ندور على اي حاجة نضلل بها عموم المسلمين، لان الناس للأسف لا تقرأ. طيب يلا بينا نشوف الناس اللي روت لنا الرواية دي ونبدأ نبحث عنهم في علم الرجال عشان نبين للناس ان الرواية دي رواية مكذوبة. افتح الأول معايا كتاب الرواية دي مأخوذة منه، كتاب تاريخ الرسل والملوك للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. ده المؤلف الكتاب اللي الرواية دي مأخوذة منه، طبع دار المعارف الجزء الأول صفحة رقم 7. شوف المؤلف بيقول ايه: وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه أنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه. الإمام الطبري بيقول: يا من تقرأ كتابي
انا ناقل لك الاخبار والروايات بالاسانيد بتاعها. يعني ايه الاسانيد بتاعها؟ يعني الناس اللي رووا الروايه ديت. الصفحه اللي بعديها شو بيقول ايه؟ فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضيين مما يستنكره قارئه او يستشنعه سامعه من اجل انه لم يعرف له وجها في الصحه ولا معنى في الحقيقه، فليعلم انه لم يؤتى في ذلك من قبلنا، وانما اوتي من قبل بعض ناقليه الينا، وأن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني أي خبر قد يستنكره القارئ أو يستشنعه السامع لأنه لا يرى له وجها في الصحة، أو ما تسمعه أيها القارئ فاعلم أن ذلك ليس مني، ليس من تأليفي أنا، إنما هذه الشناعة وهذه النكارة أتت من قبل بعض الناقلين إلينا. هل أنا مطلوب مني أن أصدق كل اللي جه في الكتاب مع أن مؤلف الكتاب بيقول أن ليس كل ما في كتابه صحيح؟ طب إحنا كمسلمين مفترض نعمل إيه؟ ازاي اعرف ان الروايه دي صحيحه ولا مكذوبه؟ امتى اقبل الروايه دي وامتى ارفض الروايه ديت؟ زي ما قلنا نشوف الاسانيد، نشوف الناس اللي رووا الروايه ديت ونبدا نبحث عنهم في علم الرجال، فما صح منها اخذناه وصدقناه، وما لم يصح سنده تركناه. يلا بينا نشوف مع بعض الروايه ديت اللي هو كتاب تاريخ الرسل والملوك للامام الطبري، طبع دار المعارف، الجزء الثالث، صفحه رقم 279. قال الطبري: كتب الى السري عن شعيب عن سيف عن خزيمه عن عثمان عن سويد. كل دول الناس اللي رووا الروايه ديت، يعني دول الاسانيد. نكمل بس قراءه الروايه للاخر وبعد كده نبحث عن الاسانيد عشان ايه تقعد تضحك كده وانت بتقراها. قال: كان مالك بن نويرة من اكثر الناس شعرا، وان اهل العسكر اثفوا برؤوسهم القدور، فما منهم راس الا وصلت النار الى بشرته ما خلا مالكا، فان القدر نضجت وما نضج راسه من كثره شعره، وقى الشعر البشره حرها ان يبلغ منه ذلك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الرواية دي بتقول إن أهل العسكر وضعوا راس مالك بن نويرة ومن معه أثافي للقدور. يعني كلمة أثافي، أثافي عاملة زي الحجارة كده تتحط تحت القدر من أجل أن يشعل فيها النار يعني. فالرواية دي بتقول إيه؟ إن أهل العسكر خدوا راس مالك بن نويرة ومن معه وشعلوا فيها النار، وكل الرؤوس استوت ما عدا راس مالك بن نويرة عشان شعره كان غزير. ده الرواية دي اللي بتقول كده. يلا نشوف زي ما قلنا بقى السند. اول واحد اللي نقل الروايه دي اسمه ايه؟ شعيب. تعال نبحث عن شعيب ده. مين شعيب ده؟ شعيب ده اسمه شعيب بن ابراهيم الكوفي، وهو رجل مجهول الحال. يلا نشوفه في علم الرجال. افتح معايا كتاب لسان الميزان للامام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة مكتبه المطبوعات الاسلاميه، الجزء الرابع، صفحه رقم 247. شعيب بن ابراهيم الكوفي روايه كتب سيف عنه، يعني اللي بيكتب وبيروي كتب سيف بن عمر هو شعيب بن ابراهيم الكوفي. شوف ابن حجر العسقلاني بيقول فيه ايه؟ فيه جهالة، يعني الراجل ده مجهول ما نعرفش عنه حاجة. وقال ذكره ابن عدي وقال ليس بالمعروف، وله أحاديث وأخبار، اسمع بابا، وفيها بعض النكرة وفيها ما فيه تحامل على السلف. يعني الراجل ده بيروي روايات فيها نكارة، فيها أشياء منكرة، فيها تحامل على السلف. يبقى ده أول فيروس. فهذه الرواية شعيب هذا يروي هذه الرواية عن مين؟ عن سيف. طب مين سيف ده؟ سيف ده هو سيف بن عمر. يلا نشوفه في علم الرجال. افتح معايا كتاب المجروحين من المحدثين للإمام ابن حبان رحمه الله، طبع الدار الصميعي، الجزء الأول، صفحة رقم 439. سيف ابن عمر الضبي اتهم بالزندقة، وقال عنه ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات. الأثبات يعني الناس الموثوق منها. يروي الموضوعات يعني بيروي أحاديث موضوعة، يعني مكذوبة، عن الرجال الثقات، يعني بيألف أحاديث. وكان سيف يضع الحديث وكان قد اتهم بالزندقة. يبقى سيف ابن عمر الضبي ده يضع الحديث، يعني بيكذب، بيفتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. يبقى ده تاني فيروس. نكمل. سيف ابن عمر يروي هذه الرواية عن مين؟ عن خزيمة. مين خزيمة ده؟ تعال ندور على مين خزيمة ده. لما دورنا عليه ما لقيناش اسمه خزيمة، اسمه حزيمة. حزيمة ابن شرة العقفاني. هذا الرجل أيضا مجهول الحال عند علماء الحديث. تعال ندور عليه في علم الرجال. نفتح كتاب الإكمال للإمام ابن ماكولة رحمه الله، طبع دار الكتاب الإسلامي، الجزء الثالث، صفحة رقم 140. وأما حزيمة أوله حاء مهملة مفتوحة بعدها زاي مكسورة، فهو حزيمة ابن شجرة العقفاني، وهو اللي بيروي عن عثمان ابن سويد عن سويد ابن مثعبة الرياحي، وهو نفسه اللي بيروي حديث سيدنا خالد بن الوليد ومالك بن نويرة، يعني هو اللي نفسه اللي بيروي الرواية ديت. يبقى حزيمة ده مجهول الحال ولا يعرف حاله، وده سبب تاني ضعف الرواية. بعد كده الرواية دي عن مين؟ عن عثمان عن سويد. عثمان عن سويد ده هو عثمان بن سويد الجثامي، وهو مجهول الحال برضه، ولم نجد من تكلم عنه في علم الرجال. لما دخلنا في علم
علم الرجال عشان نبدا نبحث عنه في اهل الجرح والتعديل ما لقيناش عنه اي حاجه. طيب كده عندنا كام واحد مجهول في السند دوت؟ شعيب بن ابراهيم الكوفي مجهول، حزيمه بن شرة العقفاني مجهول، عثمان بن سويد الجذامي مجهول. طب لو مجهول اعتبره صادق ولا كاذب؟ هل اقبل منه روايه ولا لا؟ تعالوا نشوف حكم روايه المجهول في علوم الحديث للامام الحافظ ابي عمرو ابن الصلاح رحمه الله، طبعة دار الفكر المعاصر في بيروت ودار الفكر في دمشق، صفحه رقم 111. قال: المجهول العداله من حيث الظاهر والباطن جميعا وروايته غير مقبوله عند الجماهير. يبقى روايه المجهول ايه؟ غير مقبوله. نتاكد تاني من علوم الحديث بخصوص حكم روايه المجهول. تعال نفتح كتاب الميزان للامام ابن حجر العسقلاني، طبعة مكتبه المطبوعات الاسلاميه، الجزء الاول صفحه رقم 198. قال: اذ المجهول غير محتج به. يبقى ده ثالث فيروس. طيب ما خدتوش بالكم من حاجه؟ هل معقوله سيدنا خالد بن الوليد يقطع راس بني ادم وياخدها يشويها؟ هل الكلام ده طبيعي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم جاز لنا بكده؟ حاشاه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن المثلى، نهانا عن تشويه الجثث. تعال نشوف الموضوع ده كده مع بعض. نفتح كتاب مسند الامام احمد بن حنبل عليه رحمة الله، طبعة مؤسسة الرسالة في جزء 33 صفحة رقم 91. شو بيقول بقى؟ عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى، يعني نهانا عن التمثيل بالجثث. فأكيد سيدنا خالد بن الوليد يكون قد سمع بهذا، طالما النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على تذكير الصحابة بالموضوع ده. إذا هذه الرواية رواية غير مقبولة علشان فيها علل كتير، فعشان كده مش هنقبلها، غير صحيحة. نخش بقى على الرواية الثانية. كان إبراهيم عيسى يذكرها لما اتكلم عن سيدنا عمر بن الخطاب لما رأى سيدنا خالد وقال له: قتلت امرأ مسلما ونزوت عن امرأته والله لأرجمنك بحجارك. طبعا حاشا أن يقول ذلك. طيب الرواية دي طبعا بيرويها عن مين؟ زي ما اتعلمنا بيرويها عن مين؟ بيرويها عن ابن حميد. ابن حميد ده هو محمد بن حميد الرازي. يلا بينا ندور على محمد بن حميد الرازي في علم الرجال. نفتح مع بعض كتاب المجروحين من المحدثين للإمام ابن حبان، طبعة دار الصميعي، الجزء الثاني صفحة رقم 321. بيقول: محمد ابن حميد الرازي قال ابن حبان عنه: كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات. وقال أبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة: صح عندنا أنه يكذب. يبقى أبو زرعة الرازي ومحمد بن مسلم بن وارة بيقولوا عنه أنه إيه؟ كذاب. كيف نأخذ رواية من كذاب؟ كيف نأخذ رواية من شخص أنه يكذب؟ يبقى ده أول فيروس في الرواية دي. نرجع تاني للرواية. محمد بن حميد الرازي بيروي عن مين؟ عن سلمة. مين سلمة ده؟ تعالوا ندور عليه في كتب أهل الجرح والتعديل. نفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 188. الإمام ابن حجر العسقلاني نشوف بيقول إيه عن سلمة ده: صدوق كثير الخطأ. يبقى سلمة ابن الفضل الأبرش ده كثير الخطأ. اللي بعده ابن حميد الرازي بيروي عن مين بعد سلمة؟ عن محمد بن إسحاق بن يسار. تعالوا ندور عليه مين محمد بن إسحاق بن يسار عشان نتأكد. نفتح كتاب طبقات المدلسين أو تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للإمام برضه ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة دار المنار، صفحة رقم 52. شوف الإمام ابن حجر العسقلاني بيقول إيه عن محمد بن إسحاق بن يسار: صدوق مشهور بالتدليس. محمد بن إسحاق بن يسار من الثقات، إلا أنه كان يدلس بلفظة عن، ولذلك يقول علماء الحديث أن ما صرح فيه محمد بن إسحاق بالسماع يعني إيه؟ يعني حدثني فلان، أخبرني فلان، سمعت فلان يقول، بيحكي إن في حد قال له، بنقبل منه الرواية. أما الروايات اللي يذكرها محمد بن إسحاق بن يسار بلفظة عن لا نقبلها منه. يبقى ده تاني فيروس الرواية دي. آخر فيروس أو آخر علة هو الإرسال. برضه مش فاهم يعني كلمة إرسال. مين اللي روى الحديث ده؟ طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، ده آخر واحد روى. طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بيروي الرواية ديت مباشرة دون أن يكون قد عاصر هذه الواقعة، يعني ما كانش عايش معاهم وقت الواقعة ديت. والكلام ده الدين اسمه إرسال. والحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف. تعالوا نشوف المسألة دي ماذا يقول علماء الحديث عن الإرسال. تعالوا نفتح كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام الحافظ صلاح الدين العلائي، طبعة عالم الكتب، صفحة رقم 201. قال: طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن جده الأعلى أبا بكر رضي الله عنه قال أبو زرعة مرسل. يعني رواية طلحة عن أبي بكر أو عن زمان أبي بكر هي رواية مرسلة لأنه لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه، وهذا ظاهر لا خفاء به. يبقى كل الفيروسز ديت بتمنعنا ان انا اقبل الروايه ديت. ليه المتناولين ما بيقولوش للناس الكلام ده؟ ليه ما بيطلعوش يقولوا ان الروايه دي روايه مكذوبه ولا تقبل اصلا جمله وتفصيلا؟ ودايما المتناولين دايما بياتوا لنا بالاحاديث الموضوعه والمكذوبه والضعيفه والمنكره والشاذه، ويكونوا سببا في نفور الناس من هذا الدين او لبغض الناس
الناس لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا خالد رضي الله عنه من أجل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب على كل مسلم إجلالهم وتعظيمهم وحبهم، ولا يسمع لأصحاب الأهواء المضلة والمتنورين والملحدين وأتباع المستشرقين فيما يشيعونه عنهم من أكاذيب وافتراءات. أنا بقول لحضراتكم اعرفوا أن الرواية دي رواية باطلة جملة وتفصيلا. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يأكل رؤوس البني آدمين، ولا جاب راس راجل وحطها تحت قدر وطبخها وولع فيها بالنار، ولا خد مرات راجل وقتل جوزها ودخل يتجوزها في نفس اليوم. كل الكلام ده باطل ودجل وكذب ولا يستطيعون إثباته. كونوا على ثقة في دينكم، كونوا على ثقة بصحابتكم. كل الكلام ده باطل، وما بني على باطل هو باطل، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. وجزاكم الله كل خير.